شوفوا هذا اللي هنا، هذا ممثل مصري اسمه سامح حسين. سامح حسين عندها السنة هذه برنامج على قنوات بمواقع التواصل الاجتماعي اسمه قطايف، من أجمل البرامج والمحتوى الديني والنصائح اللي ممكن تشاهدها في حياتك. سامح حسين السنة هذه عندما شافه الشعب المصري طلع ترند وقدم محتوى جميل، وقف معاه ورفعه فوق، خلي مشاهداته بالملايين، تشوفه بكل مكان موجود. اللي هنا هذا فداء الدين يحيى، صانع محتوى يمني لا يقل جمالا عن سامح حسين المصري إن لم يكن أجمل أمانة. محتوى ديني جميل، نصايح، أسلوب، إلقاء، قمة بالأدب والرقي والاحترام. للأسف فداء الدين يحيى هذا لما قدم المحتوى كثير من اليمنيين هاجمه، قالوا هذا حد، وهذا تبع جهة معينة، وهذا متملق، وهذا وهذا وهذا، قالوا فيه ما ليس فيه أمانة، تكلموا عليه كلام سيء كثير من النخب المثقفة. فهذا الفرق بيننا وبين بقية شعوب العالم، لما يكون الشعب واعي، شعب مدرك، شعب مثقف، يرفعوا ولدهم. احنا لما يكون فيه جهل والنخب المثقفة اللي تصدرت المشهد فيها تعصب لجهة معينة وفيها نوع من الحقد على بقية النخب، يهاجموا هذا الجميل أمانة. هذا الفرق بيننا وياهم، وتحياتي.